اسمي شريف، مهندس ديكور في منتصف الثلاثينيات. حلم حياتي كان فيلا صغيرة بحديقة، مكان أهرب فيه من دوشة القاهرة وزحمتها التي لا تنتهي. قضيت شهورا أبحث، أقلب في إعلانات الجرائد والمواقع. الأسعار كانت فلكية، مستحيلة. حتى ظهر ذلك الإعلان: فيلا قديمة في حي هادئ من أحياء مصر الجديدة. السعر كان أقل من نصف سعر السوق، أقل لدرجة تثير الشك. لم أصدق عيني، اتصلت بالسمسار فورا. الرجل كان صوته غريبا، متحفظا، كأنه يبيع شيئا لا يريد بيعه، لكنه أكد لي أن السعر حقيقي وأن المالك يريد التخلص منها لأسباب شخصية. عندما ذهبت لأراها لأول مرة فهمت جزءا من السبب. الفيلا كانت مهجورة منذ سنوات، هذا واضح. الغبار يغطي كل شيء، رائحة الرطوبة، الخشب القديم تملأ الهواء. لكنها كانت جميلة، تصميمها كلاسيكي، بها روح غريبة. السلم الخشبي الداخلي كان تحفة فنية، درجات السلم تصدر صريرا حادا مع كل خطوة. الأرضيات الباركيه القديمة كانت تتألق خافتة تحت أشعة الشمس التي تتسلل بصعوبة من الشبابيك الضخمة المغطاة بالتراب. كان هناك شعور غريب في المكان، برودة تسري في عظامك، وفي نفس اللحظة تشعر بدفء غامض، كأن الجدران تحتضنك وتراقبك في آن واحد. السمسار لاحظ نظراتي القلقة، قال بابتسامة باهتة: محتاج شوية شغل بس هتبقى جنة. سألت عن سبب السعر، تلعثم قليلا. قال إن الناس هنا بتحب تحكي حكايات زيادة عن اللزوم. قال إن الفيلا لها سمعة سيئة، مسكونة. قالها بصوت خفيض كأنه سر. ضحكت. أنا رجل عملي، لا أؤمن بهذه الخرافات. بالنسبة لي كانت فرصة لا تعوض، صفقة العمر. تجاهلت تحذيرات الجيران، نظراتهم كانت مليئة بالشفقة والتحذير. قال أحدهم: يا ابني اللي ببلاش ده محدش بيرميه. لكني كنت قد اتخذت قراري، هذه الفيلا ستكون ملكي. وقعت العقود في اليوم التالي. شعرت بنشوة الانتصار، لقد هزمت السوق، حصلت على حلمي بسعر التراب. لم أكن أعرف وقتها أنني كنت أشتري كابوسي الخاص، وأن التراب الذي اشتريت به الفيلا هو نفسه التراب الذي سيغطي أحلامي بالراحة والأمان. قضيت الأسبوع الأول في التنظيف والترتيبات. أحضرت عمالا غيرنا بعض الأرضيات التالفة، أصلحنا السباكة والكهرباء. كنت أعمل بيدي معهم، أشعر بكل ركن في هذا البيت يصبح جزءا مني. كنت سعيدا لدرجة لم ألحظ فيها النظرات الغريبة التي كان يتبادلها العمال. لم أسمع همساتهم عن البيت اللي مش طبيعي. الأسبوعان الأولان كانا قمة في الهدوء والسكينة. لقد تحولت الفيلا من مكان مهجور موحش إلى بيتي الذي أحلم به. كنت أعود من عملي كل يوم بشوق، أجلس في الحديقة الصغيرة التي بدأت أزرعها بنفسي، أشرب قهوتي وأنا أستمتع بصمت لم أعهده في القاهرة. الهدوء كان مطلقا، ثقيلا أحيانا، لكنه كان مريحا. كنت أقول لنفسي إن كل التحذيرات كانت مجرد أساطير نسجها الجيران. لم يحدث أي شيء غريب على الإطلاق، كل شيء كان طبيعيا بشكل مبالغ فيه، كأنه هدوء مصطنع، هدوء يسبق عاصفة. كنت أنام بعمق لم أنمه منذ سنوات، أصحى نشيطا ومقبلا على الحياة. بدأت أضع لمساتي الخاصة على الديكور، حتى وجدت بابا صغيرا خلف المكتبة، قفل قديم صدع على باب يؤدي إلى قبو. حاولت فتحه لكني فشلت. قلت سأجلب حدادا لاحقا. لم أعر الأمر اهتماما كبيرا. كانت هناك أصوات طقطقة خفيفة في الليل، قلت إنها خشب قديم يتمدد وينكمش. أنا مهندس، أؤمن بالعلم والمنطق، لكن في نهاية الأسبوع الثاني بدأ شيء يتغير. الهدوء بدأ يتلاشى، الصمت تحول إلى صمت متربص. شعرت بأني مراقب، ليس من الخارج بل من داخل الفيلا. كنت أقرأ وفجأة نسمة باردة تمر رغم إغلاق النوافذ. سمعت همسا خافتة، وعندما أركز يختفي. كنت أقول إنها تهيؤات وإرهاق، لكن في أعماقي كنت أعلم أن شيئا على وشك أن يتغير. الهدوء كان مجرد استراحة قبل أن يبدأ الكابوس. بدأت الأمور تتصاعد ببطء مرعب. أول شيء لاحظته كان أصوات الخطوات.
في منتصف الليل كنت أستيقظ على صوت خطوات خفيفة في الطابق السفلي، خطوات شخص يمشي حافي القدمين على الأرضية الخشبية. في البداية كنت أقول لنفسي إنني أحلم، أو ربما هي أصوات من الشارع، لكن الصوت كان واضحا، كان داخل البيت. كنت أنزل من غرفتي بحذر، أتجول في الظلام، لا أجد شيئا، كل شيء في مكاني. الصمت يعود ليطبق على المكان. أعود إلى سريري وأنا أحاول إقناع نفسي بأنني كنت أتخيل، لكن الأمر تكرر ليلة بعد ليلة. ثم بدأت الأشياء تتحرك، كرسي السفرة مسحوب بعيدا عن الطاولة. تذكرت أني أعدته إلى مكانه قبل أن أنام. شعرت بقشعريرة. تجاهلت الأمر، ربما نسيت، لكن الأمر تكرر مع أشياء أخرى. كتاب يسقط من على الرف دون سبب، باب يغلق ببطء من تلقاء نفسه، مفاتيحي التي أتركها على الطاولة أجدها في مكان آخر. كنت أعيش في حالة من التوتر الدائم. الأصوات أصبحت أكثر وضوحا، لم تعد مجرد خطوات، أصبحت همسات، همسات غير مفهومة تأتي من زوايا الغرف المظلمة. أسمعها وأنا على وشك النوم. صوت امرأة تنهد، صوت رجل يضحك ضحكة مكتومة. أفتح النور فجأة، يختفي كل شيء. أعود إلى الظلام، فتعود الهمسات. بدأت أفقد عقلي. هل أنا أتحول إلى مجنون؟ هل ضغط العمل والوحدة يفعلان بي هذا؟ في إحدى الليالي كنت أشاهد التلفزيون في غرفة المعيشة. فجأة سمعت صرير السلم الخشبي، نفس الصرير عند صعود شخص. رفعت صوتي وسألت: مين هناك؟ لا رد، صمت. تجمدت، قلبي يدق بعنف. الصرير مرة أخرى، درجة تلو الأخرى، شخص ما يصعد السلم ببطء. أمسكت مزهرية ثقيلة، وقفت مواجها السلم أنتظر، لكن لا أحد. دقائق بدت كأنها ساعات. صعدت بحذر، لا شيء، لا أحد. عدت لغرفتي وأغلقت الباب. لم أنم من تلك الليلة. لم يعد الأمر مجرد أصوات أو حركة أشياء. الآن بدأت تظهر أدلة مادية. في صباح أحد الأيام استيقظت لأجد بقعة مياه كبيرة في منتصف أرضية الصالة. لم يكن هناك أي تسريب من السقف، ولم يكن هناك أي سبب منطقي لوجودها. كانت مجرد بقعة مياه، كأن دلوا من الماء قد سكب هنا. قمت بتجفيفها وأنا أشعر بالارتباك والخوف. في اليوم التالي وجدت بقعة أخرى في مكان مختلف، هذه المرة في الممر المؤدي إلى المطبخ. أصبحت هذه البقعة ظاهرة يومية، تظهر في أماكن عشوائية بلا أي تفسير، كأن البيت يبكي أو ينزف ماء. ثم جاءت حادثة المرآة. دخلت الحمام لأغسل وجهي في الصباح. كان الجو بارداً كالعادة، لكن المرآة الكبيرة فوق الحوض كانت مغطاة بالبخار، كأن شخصاً ما قد أخذ حماماً ساخناً للتو. هذا مستحيل، أنا أعيش وحدي، والماء الساخن لم يعمل بعد. اقتربت من المرآة وأنا لا أصدق عيني. على سطح البخار كان هناك أثر كف يد، ليس كف يد رجل بالغ، بل كف يد صغير، طفل. أصابعه رفيعة وطويلة بشكل غير طبيعي. تجمد الدم في عروقي. تراجعت للخلف ببطء، قلبي يكاد يتوقف. مسحت البخار بيدي المرتجفة. اختفى أثر اليد، لكن صورتها بقيت محفورة في ذاكرتي. لم أعد أحتمل. بدأت أبحث عن تاريخ الفيلة. سألت الجيران مرة أخرى. هذه المرة كنت مستعدا للاستماع. حكوا لي القصة. الفيلة كانت ملكا لعائلة ثرية في الأربعينيات. كان لديهم طفلة وحيدة، ماتت في ظروف غامضة. البعض يقول إنها سقطت في القبو وماتت، والبعض الآخر يروي قصصا أكثر رعبا عن الخدم الذين كانوا يعذبونها، وعن أن روحها لم تغادر المكان أبدا. قالوا إن كل من حاول السكن في هذه الفيلة هرب بعد فترة قصيرة. كنت أستمع وأنا أشعر بالبرد يسري في جسدي. القصة كانت تفسر كل شيء. صوت الطفل، أثر اليد الصغيرة. رغم الخوف، جزء مني كان لا يزال يرفض التصديق. عقلي المنطقي كان يبحث عن أي ثغرة. ربما الجيران يبالغون، ربما كل ما يحدث له تفسير علمي لم أكتشفه بعد، ربما أنا فقط متأثر بقصصهم. قررت أن أواجه الأمر، أن أثبت لنفسي أن كل هذا مجرد أوهام. كنت أحتاج لدليل قاطع، دليل لا يمكن إنكاره. لم أكن أعرف وقتها أنني كنت أطلب مواجهة مباشرة مع الرعب نفسه، وأن الدليل الذي سأحصل عليه سيدمر أي شك وسيدمرني معه. في تلك الليلة قررت أن أسهر، أن أراقب، أن أنتظر أي شيء يحدث.
جلست في الصالة المظلمة. لم أفتح سوى مصباح صغير. الصمت كان مطبقا. مرت الساعة الأولى، ثم الثانية. لم يحدث شيء. بدأت أشعر بالنعاس، على وشك أن أستسلم وأذهب للنوم. سمعت صوت بكاء، صوت بكاء طفل. خافت في البداية، ثم بدأ يعلو تدريجيا. لم يكن يأتي من أي غرفة في البيت، كان يأتي من أسفل، من تحت الأرض، من اتجاه القبو المقفول. وقفت فورا، قلبي يدق كأنه طبل حرب. الصوت كان حقيقي، بكاء حزين يقطع نياط القلب، بكاء طفل وحيد وخائف. تحركت ببطء نحو الباب الصغير خلف المكتبة. يجب أن أفتح الباب. ذهبت إلى المطبخ وأحضرت صندوق الأدوات. بدأت أحاول كسر القفل الصدأ. كان الأمر صعبا، يدي كانت ترتجف والعرق يتصبب مني، وصوت البكاء مستمر لم يتوقف، كأنه ينتظرني. بعد محاولات يائسة انكسر القفل أخيرا. صدر الصوت معدني حاد، ثم ساد الصمت. توقف البكاء فجأة في نفس اللحظة التي انفتح فيها القفل. فتحت الباب ببطء. انبعثت رائحة عفن ورطوبة خانقة. الظلام كان دامسا، لم أكن أرى أي شيء. ناديت بصوت مرتجف: يا ولد، في حد هنا؟ لم يأتي رد. الصمت عاد مرة أخرى، صمت أثقل وأكثر رعبا من صوت البكاء. أشعلت كشاف هاتفي المحمول ووجهته إلى الداخل. ظهرت درجات سلم حجري قديم تهبط إلى الظلام. ترددت للحظة. كل غريزة في جسدي كانت تصرخ بي لأغلق الباب وأهرب، لكنني لم أستطع. كان يجب أن أعرف، كان يجب أن أرى ما بالداخل. بدأت أهبط درجات السلم الحجري خطوة خطوة نحو قلب الظلام. القبو كان أكبر مما توقعت. مكان واسع ورطب. الجدران الحجرية كانت مغطاة بالطحالب. الهواء كان ثقيلا باردا. ضوء الكشاف كان يرسم دوائر صغيرة مرتعشة على الأرض المتربة. كانت هناك صناديق خشبية قديمة. ثم تقط ضوئي شيئا في الزاوية. أرجوحة أطفال خشبية قديمة، معلقا من السقف بسلاسل صدئة. كانت تتحرك، تتأرجح ببطء شديد بلا أي صوت صرير. تجمدت في مكاني. كيف تتحرك؟ لا يوجد أي تيار هواء هنا. نظرت إليها وأنا أحبس أنفاسي، ثم رأيتها. كانت تجلس على الأرجوحة، فتاة صغيرة، ربما في 7 أو 8 من عمرها. كانت ترتدي فستانا أبيض قديما وممزقا. كانت تدير ظهرها لي، شعرها أسود طويل يغطي وجهها. قلت بصوت بالكاد يخرج: أنت كويسة يا حبيبتي؟ إزاي دخلتي هنا؟ لم ترد. استمرت في التأرجح. تقدمت خطوة، فتوقفت الأرجوحة فجأة. دارت الفتاة برأسها ببطء نحوي، حتى نظرت إلي. لم يكن لها ملامح. وجهها كان أبيض تماما، فارغا، عينين سوداوين واسعتين، فارغتين من أي حياة، مجرد الثقبين من الظلام المطلق. فتحت فمها الذي لم أكن أراه، بصوت لم أكن أراه، بصوت لم يكن صوت طفلة، صوت قديم وعميق، صوت يخرج من بئر سحيق. سألتني سؤالا واحدا، سؤالا بسيطا، لكنه كان أكثر شيء مرعب سمعته في حياتي. هتلعب معايا؟ في تلك اللحظة تحطم كل شيء بداخلي. لم أعد أفكر، لم أعد أحلل، لم يعد هناك منطق. هناك فقط رعب صاف نقي مطلق. صرخت صرخة لم أكن أعرف أنني قادر عليها، واستدرت وبدأت أركض بأقصى سرعة. أصطدم بالأشياء في الظلام، لا أهتم. كل ما أريده هو الخروج. صعدت السلم الحجري وأنا أتعثر. كنت أشعر بأنها خلفي، أشعر بأنفاسها الباردة على رقبتي. لم أجرؤ على النظر إلى الوراء. دفعت جسدي بكل قوتي إلى خارج القبو. أغلقت الباب الخشبي الثقيل. فقط جريت عبر الصالة المظلمة. لم أتوقف لأخذ أي شيء، مفاتيحي، محفظتي، هاتفي. كل ما كان يهمني هو أن أخرج من هذا البيت. فتحت الباب الأمامي واندفعت إلى الشارع، إلى هواء الليل البارد. لم أتوقف عن الجري حتى وصلت إلى نهاية الشارع. تذكرت جاري العجوز. ذهبت إلى بيته وطرقت الباب بجنون. فتح لي الرجل الباب وقال بصوت هادئ: ادخل يا ابني. قضية الليلة في بيته. لم أنم دقيقة واحدة. كلما أغلقت عيني كنت أرى وجهها، أسمع صوتها يسألني: هتلعب معايا؟ حكيت للرجل كل شيء. قال لي إنني لست أول واحد، لكنني الوحيد الذي تجرأ ودخل القبو. في الصباح عدت إلى الفيلا بصحبة جاري. كنت خائفا من دخولها حتى في وضح النهار. دخلنا بحذر. كان كل شيء كما تركته. باب القبو مغلق. لم يكن هناك أي أثر لما حدث.
كأن كل شيء كان مجرد كابوس مروع. جمعت أهم أشيائي بسرعة، ملابسي، أوراقي. كلما لمست شيئا كنت أشعر بأنه ملوث، بأنه يحمل جزءا من رعب هذا المكان. نظرت إلى الفيلة للمرة الأخيرة. لم تعد بيتي، لقد أصبحت قبرا لراحتي وأماني. خرجت وأغلقت الباب خلفي، وأقسمت أنني لن أعود إلى هنا مرة أخرى. لم أستطع بيع الفيلة على الفور، كانت لا تزال ملكي، قطعة من الجحيم مسجلة باسمي. نصحني بعض الأصدقاء، شيخ معالج روحاني، قالوا ربما يمكنه تطهير البيت. بدافع من اليأس وافقت. جاء الشيخ معي إلى الفيلة. بمجرد أن خطونا داخل الباب تغيرت ملامح الرجل. المكان هنا ثقيل قوي. بدأ يتجول في الغرف، يتمتم بآيات قرآنية، يتمتم بأدعية. كنت أمشي خلفه كظله، أشعر بالخوف يعود ليسيطر علي مع كل خطوة. عندما وصلنا إلى باب القبو وضع يده ثم سحبها بسرعة كأنها لدغته. اللي هنا مش سهل، اللي هنا متشبث بالمكان. غضبه كبير. دخل الشيخ إلى كل غرفة، رش ماء مقروءا عليه في الزوايا، أشعل بخورا له رائحة نفاذة. كان صوته يرتفع بالقرآن. كنت أشعر بأن جو البيت يتغير، كأن هناك مقاومة، كأن الهواء نفسه يرفض ما يفعله الشيخ. كنا نسمع أصوات طقطقة وفرقعة من الجدران. الأبواب كانت تفتح بعنف وتغلق بعنف. تيار هواء غير موجود. قال الشيخ إنها تقاوم، إنها لا تريد أن ترحل. استمر لساعات، وفي النهاية خرج وهو يبدو منهكا تماما، العرق يغطي وجهه. قال لي الشيخ: أنا عملت اللي أقدر عليه، هديت الطاقة السلبية شوية، لكنها لسه هنا، جذورها أعمق من ده كله. نصيحتي ليك يا ابني، بيع البيت ده وابعد عنه. مش كل البيوت معمولة عشان الناس تسكنها، في بيوت معمولة عشان تظل فاضية. كلماته كانت قاضية، كانت آخر مسمار في نعش أملي. فهمت وقتها أن لا حل، لا تطهير ولا صلاة ستجعل هذا المكان آمنا. روحه أصبحت جزءا من جدرانه، من أرضه، من هوائه. قررت في تلك اللحظة أن أتخلص منه بأي ثمن. بعد محاولة الشيخ اليائسة لم أضع قدمي في الفيلة مرة أخرى. عرضتها للبيع بنفس السعر المغري الذي اشتريت به. كنت أريد فقط أن أنتهي من هذا الكابوس. لم أقل الحقيقة كاملة للمشتري. قلت له إن الفيلة لها سمعة. بيعت بسرعة. شعرت براحة مؤقتة عند توقيعي على العقد، لكنني كنت مخطئا. يمكن أن تبيع البيت، لكن لا يمكنك أن تبيع الذكرى. مرت سنوات. أعيش الآن في شقة وسط المدينة، محاط بالضوضاء والناس. لم أعد أبحث عن الهدوء. أصبحت أخاف الصمت، أخاف الظلام. لا أنام إلا والتلفزيون مفتوح أو أي ضوء خافت في الغرفة. لا أستطيع النظر إلى مرآة حمام المغطاة بالبخار. صوت طفلي يبكي في الشارع يجمد دمي. التجربة تركت ندبة في روحي، ندبة لن تلتئم. ظل يتبعني أينما ذهبت. أصدقائي يقولون إنها هلوسات بسبب الوحدة والضغط، يقترحون طبيبا نفسيا. أحيانا أتمنى لو أنهم على حق، لكني أعرف الحقيقة. ما رأيته كان حقيقيا. نظرة عينيها الفارغة محفورة في ذاكرتي. وصوتها: هتلعب معايا؟ ما زال يتردد في الليالي الهادئة. هذا السؤال يطاردني في اليقظة والحلم. لا أعرف ماذا حدث للمالك الجديد، ولا أريد أن أعرف.